الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل إخواتي الزملكاوية في مصر والوطن العربي. أهلا بكل شعب الزمالك العظيم. أهلا بكل جمهور الزمالك العظيم. برحب طبعا بكل متابعي صفحة ملوك ميت عقبة على الفيسبوك، وبرحب بكل مشاهدي قناة ملوك ميت عقبة على اليوتيوب. ازيكم عاملين ايه؟ أحسن زملكاوية في الدنيا وأحلى زملكاوية في الدنيا. يعني مبروك ليكم النهاردة، مبروك لكل شعب الزمالك العظيم، مبروك لجمهور نادي الزمالك العظيم وشعب الزمالك العظيم في كل حتة في الدنيا. مبروك بالأخص لكل شخص، كان ولد ولا بنت، ست ولا راجل، راحوا الاستاد النهاردة وشوفنا زائرهم ووقوفهم ورا الفرقة ورسائلهم القوية للفريق وللمنظومة وكل العبارات وكل الهتافات اللي اتقالت. بشكر كل راجل كان موجود في الاستاد، بشكر كل واحد، يعني بشكر كل جمهور الزمالك العظيم. مبروك لكل جمهور الزمالك اللي كان بيتفرج على القهوة، اللي كان بيتفرج في البيت، اللي كان بيتفرج مع اصحابه، اللي كان بيتفرج على الكافيتيريا، كل اللي كان بيتفرج في شغله، اللي كان بيتفرج على التليفون لايف. مبروك لكل جمهور الزمالك العظيم. طبعا النهارده فوز المفروض اللي هو فوز عادي جدا على فريق من جيبوتي، لكن تشاء الأقدار ان الزمالك يعاني وهو بيلعب دور ال 32 من البطولة الكونفدرالية الأفريقية. يشاء القدر ان ده يبقى وضع الزمالك وده يبقى حال الزمالك. يشاء القدر ان الزمالك يورينا وشين في يوم واحد. يشاء القدر ان الزمالك يتغلب 2-0 بره ملعبه ويجي هنا في الشوط الاول يتأخر بهدف وسط اداء سيء جدا خلال الشوط الاول. يشاء القدر ان الشوط الثاني الزمالك يمتلك المباراة بالكامل ويسيطر عليها بالكامل ونقدر نسجل 4 أهداف بريمونتادا تاريخية تصعد بينا لدوري المجموعات. يشاء القدر ان هو ده الزمالك وهو ده جمهوره وهو ده حاله، هو ده الزمالك بتاعنا، هو ده الزمالك اللي بنشجعه، الزمالك اللي غير المنطق، الزمالك اللي عدى المنطق، اللي ملوش منطق، الزمالك ان اللي هو مش كل مباراة والتانية في حال، الزمالك اللي كل شوط والتاني في حال، اللي الصبح في حال وبالليل في حال، الزمالك اللي هو النادي اللي شبهنا وبنشجعه. يشاء القدر ان نفرح النهاردة فرحة هستيرية بتأهل لدوري المجموعات من بطولة الكونفدرالية، وتكون فرحة قوية جدا للجمهور، وده بسبب الحال اللي وصل ليه النادي بسبب مجموعة من الأشخاص كانوا بيديروا النادي بطريقة همجية وبطريقة سلبية. يشاء القدر ان الزمالك يعاني الأمرين عشان يوصل لدوري المجموعات. يشاء القدر ان جمهوره النهاردة ينام فرحان بعد تعب كبير جدا جدا جدا. لكن في عز ده مش هنسى اقول حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي وصل نادي الزمالك لهذا الحال. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شخص وصل الزمالك انه يكون جمهوره في حالة رعب وقلق من دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي خلى مجموعة اللعيبة اللي موجودة جوه النادي تبقى بالأسماء دي. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي وصل نادي الزمالك للحال اللي هو فيه. دي رسالة كنت لازم أقولها، لأن مع كل مباراة وكل مشكلة تملي بيبقى فيه سبب ان النادي يبقى وصل للحالة اللي هو فيها. مع كل مباراة وكل موقف وكل تصريح بيبقى فيه حد مسؤول عن اللي حصل جوه النادي. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان مسؤول
أو حسبنا الله ونعم الوكيل في المسؤول اللي ما كانش مسؤول ووصل نادي الزمالك إنه يعاني وهو بيلعب من دور 32 مع فريق من جيبوتي، أول مرة يحقق فوز في تاريخ البطولات الأفريقية كان على حساب نادي الزمالك. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد تسبب، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد تسبب إن الزمالك وجمهوره الكيان العظيم والجمهور اللي بالملايين يشوف ده حال ناديه، والدنيا كلها بتتغير من حوالينا. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد كان السبب ان الزمالك يعيش الفترة دي من تاريخه ومن حياته. ومش ده الزمالك يا جماعة، الزمالك ده نادي كبير جدا جدا جدا. الزمالك ده 113 عام، الزمالك ده بطولات وتاريخ وأمجاد وجمهور بالملايين في الشرق الأوسط والوطن العربي وأفريقيا وفي أوروبا وفي كل حتة في الدنيا. فحسبنا الله ونعم الوكيل للي وصل الزمالك للحال اللي هو فيه دلوقتي.